سليمان راح، ادعي له بالرحمة يا موجة. كان يشبهك يا خالتي وايد، حتى روح مثل روحك، حتى لما تضحكين أحس بصوتك فيه. أضحك؟ يا ليت أقدر أضحك يا موجة. سليمان خذ كل البهجة وراح. سليمان كان قطعة من قلبي، أنا أحتسب أجري عند رب العالمين، والحياة بتستمر يا بنيتي. أنا حياتي انتهت يا خالتي، انتهت واندفنت معه. لا يا موجة، حياتك ما اندفنت يا بنيتي، عندك بنتك، وأنا لا يمكن أخليكم تروحون بعيد عني. أروح؟ أروح؟ وين أروح يا خالتي وأنا كل ذكرياتي بهالبيت؟ لما يمر الوقت والإنسان ينسى والحزن يروح، أكيد بتلقين نفسك تدورين حياة جديدة. أمي تبيني عقب ما أخلص العدة أرجع البيت، بس أنا يا خالتي لا، مستحيل أهد هالبيت اللي كل ذكرياتي الحلوة فيه. سليمان قبل لا يموت وصى أخوه محمد عليكم، عليك وعلى رحاب، ومحمد يبي ينفذ وصية أخوه، وأنا ما أخليكم تروحون من حضني. حبيبة، انتي لا يكون حاطة في بالك اني انا ممكن اسوي مثل نجلة واتزوج. لا يا خالتي، انا بقعد واربي بنتي، مستحيل اسوي كذي. انتي قولي ليش تبين، ايش تبين وانا مستعدة انفذ لك. قولي وشوفي. اللي بقوله يا موجة صعب علي قبل لا يكون صعب عليك، لكن أنا ما بيكم تروحون بعيد عني، أبيكم بحضني. خالتي، انتي ايش فيك؟ ايش تبين تقولين؟ موجة، أنا أبيك تتزوجين محمد. شنو؟ اتزوج محمد؟ خالتي ايش قاعد تقولين؟ هذه وصية سليمان. لا لا يا خالتي، سليمان ما يوصي بكذي، مستحيل. خالتي ايش قاعد تقولين؟ مستحيل مستحيل اتزوج محمد. هذه وصية سليمان، وهو وصى أخو محمد، ومحمد يبي ينفذ وصيته، يبي يصوتك أنت وبنتي. أرجوك يا موجة، فكري يا بنيتي بعقلك، لا توكلي بقلبك. لا يا خالتي، لا لا، مستحيل. هاشم حبيبي، على طول ارجع الدير على ما اخلص دراستي، بس انت دير بالك على نفسك، ما اوصيك دير بالك على اخوك. واذا بغيت اي شيء اتصل علي على طول. دير بالكم على نفسكم يا حبيبي. تعالوا، ديروا بالكم على نفسكم. يلا مع السلامة.
حي الله من يانا، نورت بيتك يمه. تدري ايش تناديني؟ حبيبي. عفي على الشيخ. تدري ليش ينادوني حبيبه؟ ليش؟ رحوبه خذت اسمي رحاب وقالت لي حبيبه. صح يا رحوبتي؟ صح يا جدتي. ويا عمري حبيبتي. شوفوا عاد، انا الحين بروح المطبخ اذهب لكم هالعشاء الحلو، وانتم تروحون تسبحون تبدلون هدومكم، وان شاء الله العشاء كلنا نقعد يميع ونتعشى، وعقبه اوديكم على غرفتكم واقول لكم ذيك السالفه الحلوه مالت الاميره والامير والاقزام. زين؟ يلا رحوبتي وديهم. يلا يما. هلا يما. يما من زمان ما تغدينا مع بعض، اروح انت بغدانا. دايما مالي نفس. الا ما جا وينها؟ العدة خلصت، ليش حابسه نفسها فوق؟ ليش ما تتغدى معاكم؟ هي فوق في شقتها قاعدة تجهز نفسها. جهز نفسها على شنو؟ انت تدري خلاص خلصت عدتها بتروح بيت امها. ليش؟ هذا بيتها وبيت بنتها، ما حد طردها. ليش ما نزلتي معاهم تحت؟ على الأقل تغيرين جو. كذي أحسن. سمعي، عدتك خلصت ولازم تردين معانا البيت. بس حبيبة ما راح ترضى اني اخذ رحاب. حبيبة طيبة وما تتدخل بخصوصيات أحد. يمه أرجوك فهميني، حبيبة وايد متعلقة برحاب، وهذه بنت سليمان الوحيدة، يعني لا يمكن تتنازل عنها بسهولة. يعني بتقعدين ببيت سليمان؟ ما يصير يا يمه، محمد محرم عليك، شو تبي تقول الناس علينا؟ يمه واللي سلمك واللي عافيك، خليني الحين بروحي، أنا مشوشة ومو قادرة أركز ولا أفكر بشيء. الحين يبوك هو يتفاهم معك. شنو الموضوع اللي بتحاكيني فيه يمه؟ هذا الموضوع اللي بكلمك فيه محمد. ما راح ألف وأدور، بدخل في الموضوع سيدة. خير إن شاء الله. مهجة خلصت عدتها وأكيد بتروح بيت أبوها وتاخذ رحاب معاها. عادي ما فيها شيء يمه. لا مو هو عادي، رحاب أمانة سليمان اللي تركها لنا، ما خليها تروح بعيد عني أو تتربى في حضن ريال غريب إذا أمها تزوجت. مثل ما سوت نجلة.
محمد، لا تسرح بعيد وركز معاي. خير امي. أبيك تتزوج مهجة. شنو؟ انا اتزوج مرت اخوي؟ تتزوج أرملة أخوك وتربي بنته وتصونها وتظل بنته في حضننا، تظل قطعة من سليمان عندنا. يما انت ايش قاعده تقولين؟ شو تقولين؟ ما اقدر الصراحه ما اقدر. لا تقدر يا محمد. فكر قبل ما تروح مهجة وتاخذ بنت الغالي معاها. فكر يا محمد. أنا كلمت مهجة، هي ما ردت علي للحين، لكن المفروض أنت تتقدم وتطلبها للزواج. ما اقدر يما، ما اقدر. اتزوج اخو ريلي؟ ما اقدر يبا، انا مو متخيله نفسي اني ممكن اكون مرت محمد. يا بنيتي ترى الزواج سترة للوحدة واخرتها تبي تتزوجين. يبا ما ابي اتزوج، واللي حافيك ابي اربي بنتي. يا بنتي قعدتك في البيت هني غلط. اذا كذي يبا بيت ابوك اولى، مثل ما رباك وانت صغيره مو عايزان عنك وانت كبيره. هني في ريال غريب والناس تاكل وياه هنا باكر، ما ترضينها انت بالحكي لنا؟ يبا انا مالي شغل فيهم، انا في بيتي وهو في بيته. ما دامك يبا ما تبي تتزوجين، ام محمد خالتك الله يجزاها خير ان شاء الله ما راح تمانع انك تاخذين بنيتك تجين عندنا. بس فكري عدل يا مهجة، مردك بتتزوجين وحبيبه ما بترضى بنتهم تربى عند واحد غريب. يبا يمه انتوا بس تبوني اتزوج علشان ارضيكم؟ لا يا بنيتي لا 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 لا, لا تقولين كذي، احنا ما نبيك تتزوجين عشان ترضينا، احنا نبيك تحافظين على بنيتك وبنيتك تظل طول عمرها بحضنك. يبا فكري بالموضوع واعطينا خبر، احنا مضايقينك نهائيا، والراي الاول والاخير ترى لك. يلا يبا توكلنا على الله يا مهجة، يلا. وين رحت يا سليمان؟ وين رحت وخليتني؟ عاد ما وصلك على مهجة، أبيك تهتم بالكل ودير بالك عليهم كلهم، حطهم في عيونك.
الو، هلا يمه. اي انا في شقتي. اي قاعده افكر بكلامك انتي وابوي. أنا اللي يهمني في الموضوع الحين بنتي رحاب. لا خليك مرتاحة، ما بي شيء، بسلامتك. قلت لك يا يمه صدقيني ما بي شيء، واذا حسيت اني انا متضايجه بروح عند خالتي. اي اكيد. مع السلامه. أدري إن الوقت متأخر، بس لازم أكلمك. ويمكن الموضوع اللي بكلمك فيه سبقتني حبيبة تكلمت معك. مهجة، لا تخافي مني. أنت يمكن ماخذة فكرة عني إني عصبي ولساني طويل وأكسر وأسوي كل شيء، ويمكن تقولين عني مجنون. بس أرجوك أعطيني فرصة أعوضكم عن غياب أخوي الله يرحمه، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم أنت وبنتك أمي حبيبة. أمي حبيبة ما تقدر تستغني عن رحاب، تموت إذا ما شافتها. وافقي علشان أمي. مهجة،
تزوجين على سنة الله ورسوله؟